حيوان بحجم كف ايدك لكن يقدر يضرب لكمة سرعتها اسرع من الرصاصة. اللكمة دي مش بس بتكسر صدفة السلطعون، دي كمان بتخلي المية تغلي في لحظة واحدة تحت البحر. والموضوع كمان ما بيقفش هنا، الكائن ده عنده واحدة من اعقد العيون في عالم الحيوان، وبيشوف الوان احنا اصلا ما نعرفهاش ولا اي كائن بيقدر يشوفها غيره. النهاردة هنتكلم عن واحد من اغرب واخطر كائنات البحر، الروبيان الملاكم او جمبري فرس النبي، المانتس شريمب. فيلا بينا نبدأ دلوقتي. لو شفت الروبيان الملاكم لأول مرة غالبا مش هتحس انه خطير خالص. جسم صغير، ألوان زاهية وجميلة، وعيون بتتحرك بطريقة غريبة جدا. لكن الحقيقة ان الكائن ده مفترس محترف. الروبيان الملاكم ده نوع من القشريات وبيعيش غالبا في المية الاستوائية الضحلة حوالين الشعاب المرجانية. حجمه بيكون غالبا من 10 لحد حوالي 25 سنتيمتر، وبيحب يعيش في جحور يحفرها في الرملة أو ما بين الصخور. لكن السؤال الحقيقي، ليه الكائن الصغير ده مشهور جدا في عالم الأحياء ومعمول له فيديو مخصوص على قناة عالم عاشر؟ السبب ببساطة هو لكمته. الجمبري ده عنده دراعين قدام شكلهم قريب من المطرقة، والكائن ده بيخزن طاقة في الدراع زي القوس والسهم بالظبط، وبعدين فجأة بيطلق الطاقة دي، والنتيجة بتبقى لكمة سرعتها بتوصل تقريبا 80 كيلومتر في الساعة تحت المية. والضربة دي مش بس قوية وسريعة، دي كمان بتخلق حاجة اسمها التجويف أو الكافيتيشن، ودي عبارة عن إن الجمبري لما يضرب الدراع بتتحرك بسرعة رهيبة فتقلل الضغط حواليها فجأة، والضغط المنخفض ده يخلي المية تتحول لبخار في لحظة واحدة وتتكون فقاعات صغيرة جدا. وهو ده بقى الجزء المجنون كله، عشان الفقاعات دي لما بتنهار وتفرقع بتعمل موجة صدمة قوية جدا بتوصل حرارة النقطة الصغيرة دي لآلاف الدرجات لفترة قصيرة جدا. نقطة الضربة دي بتبقى حرارتها بتساوي درجة حرارة سطح الشمس، ودي مش مبالغة، انت فعلا سمعت صح. وده معناه ان الفريسة بتتضرب مرتين، مرة باللكمة نفسها ومرة بموجة الحرارة اللي بتنتج من الفقاعات. وده كله بيبقى كفايه جدا انه يكسر صدفه سلطعون او محار بكل سهوله. وخليني اقولك ان الروبيان الملاكم مش مجرد كائن قوي عادي او بس ربنا اداله ميزه تخليه يتفوق على فريسته، ده كمان صياد ذكي جدا في الصيد. العلماء لاحظوا انه احيانا بيخطط للهجوم، يعني مثلا لو قدامه سلطعون عايز يصطاده وياكله فهو مش بيضربه عشوائي كده، لكن احيانا بيبدا يضرب ويكسر اجزاء معينه في الارجل والمخالب بتاعته قبل ما يوجه له الضربه القاضيه. والوجبات المفضله ليه عموما هي السرطانات او السلطعون والمحار والقواقع واحيانا الاسماك الصغيره. يعني حرفيا الكائن ده يعتبر آلة طبيعيه لتكسير الصدف. ودلوقتي تعالى نتكلم عن اغرب حاجه في الكائن ده وهي عيونه. عشان تفهم عيون الجمبري ده غريبه ليه، خليني اقولك ان عين الانسان فيها 3 مستقبلات للالوان بس، احمر واخضر وازرق، وحاجه زي الكلب عنده مستقبلين 2. لكن جمبري فرس النبي بقى عنده 16 مستقبل لون، يعني بيشوف الوان احنا اصلا حتى ما نقدرش نتخيلها. بيشوف بقى الاشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء والضوء المستقطب، كل ده مع ان كل عين بتتحرك بشكل مستقل في اي جهه مختلفه عن التانيه. وقدرات النظر الخارقه دي بقى بتساعد الروبيان انهم يتواصلوا مع بعض ويتعرفوا على شريكهم او يدوروا على فريسه وكمان يهربوا من الخطر. ورغم ان الجمبري الملاكم مفترس شرس، لكن في وقت معين بيظهر جانب تاني منه مختلف خالص، لحظه الامومه. انثى الروبيان لما بتبيض بتنتج كده ماده شبه الغره، بتمسك وتجمع الاف البيضات اللي بيبقى لونها وردي، وبتفضل شايله البيض معاها تحت جسمها عشان تحميه. والاغرب كمان انها ممكن تفضل مستخبيه جوه جحرها طول فتره حمل البيض وما تخرجش خالص غير عشان تهوي البيض شويه بالاكسجين وترجع، ولا بتاكل اي حاجه نهائي لحد ما البيض يفقس. والفتره دي بتوصل ل 60 يوم كاملين، وممكن تبقى اطول من كده كمان. بتقضيها كلها في تنظيف البيض بتاعها وحراسته من المفترسين وتقليبه في الميه وتهويته بالاكسجين زي ما قلنا. يعني حرفيا بتضحي بنفسها وتموت نفسها من الجوع عشان بس البيض بتاعها يفقس واولادها يجوا للحياه. والجمبري الملاكم يا صاحبي بسبب قوه لكمته دي، في ناس كتير من محبي تربيه الاسماك بتخاف تحطه في احواض ازاز، عشان بعض الانواع الكبيره منه ممكن فعلا تكسر ازاز الحوض. وده اللي حصل مع العلماء قبل كده لما كانوا بيدرسوا المانتس شريمب في تجربه، وقدر يكسر ازاز الحوض ويبهدل المعمل كله. فمن المعروف عن الكائن ده انك لو عايز تربيه في حوض سمك لازم يكون مصنوع من ازاز قاسي جدا او اكريليك قوي ومضاد للكسر، ولازم الحوض يكون كبير وواسع عشان الوحش ده ما يحسش اصلا انه مخنوق ويفكر يضرب الازاز. لو بصيت للروبيان الملاكم وانت ما سمعتش عنه هتفتكر انه مجرد كائن صغير ملون بيتجول في قاع البحر، لكن الحقيقه انه واحد من اعجب الكائنات اللي ربنا
خلقها في الميه، كائن عنده اسرع لكمه تقريبا في عالم الحيوان، وبيعمل انفجار صغير تحت الميه، وبيمتلك اعقد عيون معروفه في الطبيعه وذكاء حقيقي في الصيد. كل ده في كائن طوله ممكن يبقى قد صباعك تقريبا، ولسه البحار والمحيطات مليانه مخلوقات اغرب من كده بكتير. واديني كل فيديو بتكلم معاك مره عن حشرات، او مره عن طيور، ومره عن زواحف، ومره عن كائنات بحريه عشان ما تزهقوش مني، ومره اطلع لك بوشي، ومره يبقى فيديو فويس اوفر بس زي ده وهي ماشيه. ومستنيك تقول لي بقى في الكومنتات ايه الحيوان اللي عايزني اعمل له فيديو واتكلم عنه في الحلقه الجايه على القناه. وبس كده خلاص، دلوقتي يكون كل الكلام اللي كنت محضره للفيديو ده خلص دلوقتي. يا ريت بجد يكون الفيديو عجبكم، وهعرف الموضوع ده من خلال ان انت تنزل تدوس لايك وتشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك قبل كده. واخر حاجه هطلبها منك قبل ما الفيديو يخلص، لو كنت اول مره تشوفني خش خد لك لفه كده في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.